بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام إلى يوم الدين. وبعد، آه معكم المهندس سمير رجب من شركة جرين جولد، وعاوزين نقول النهاردة نصيحة لكل مربي، لكل مزارع عاوز يعمل دخل ممتاز من الثروة الحيوانية بالنسبة للأبقار الحلابة. طبعا لو احنا لسه بنشتغل على الأبقار اللي هي الخرايط البلدي أو ما يقال عنها إنها خرايط بلدي، يبقى احنا كده بنضيع وقت على الفاضي، وأنا راجل ما بحسبهاش صح. لأن إيه اللي أنا هستفاده من البقرة الخليط البلدي؟ أولا، في إنتاج الألبان، البقرة الخليط البلدي ضعيف جدا بالنسبة لإنتاج الألبان، وبالنسبة للعجول الذكور، العجل يعني تحويله من 800 جرام إلى كيلو ربع في اليوم، وده طبعا حاجات بتسبب خسائر جدا لأي مربي وتخليه يزهد في الثروة الحيوانية. النهاردة برضو مش عاوز أقول إن أنا عاوز أشتري بقرة هولشتاين عالية الإضرار للبن وأروح للسوق أقول إن دي بقرة هولشتاين، أو ما يقال إن بعض الناس بيضحك عليها، أو التغليط بتاع الناس او بعض من التجار عديم الضمير. طبعا مش كلك ان هو يقول لك ان دي بقره هولشتاين بيور. طبعا النهارده عاوزين نتكلم على مواصفات الابقار الهولشتاين البيور. لو انت عاوز تعمل مشروع ناجح وبقره فعلا تديك انتاج من اللبن، وهيبقى فيه رسم توضيحي لمواصفات البقرة الهولشتاين البيور. البقرة الهولشتاين البيور أولا من عند الفخذ إلى أسفل الركبة الورانية إلى الأمام بتدينا شكل مثلثي، الرأس برضو بتدينا شكل مثلث هرمي، الرأس صغيرة وطويلة، ارتفاع البقرة من الأمام من أول أسفل الحافر إلى الكتف من فوق من 147 ل 150 سنتي. الكرش طبعا كبير ومتسع زي ما انتم شايفين. البقرة بتزن عند البلوغ 360 كيلو، وبعد ان شاء الله البقرة ما تكمل السنتين او 27 شهر اللي هي على وش ولادة بيكون وزنها من حوالي 450 الى 550 كيلو، وبتتزايد الى توصل الى غاية طن و200 كيلو البقرة الهولشتاين. ده طبيعة البقرة الهولشتاين. طبعا الرأس مستقيم، الظهر مستقيم تماما، الرقبة طويلة ملهاش جلد زايد في الرقبة زي بعض الأبقار. عملية القرون مش من القرون دي طبعا. البقر كله بيتولد بقرون، لكن احنا طبعا بنستخدم عملية الكي او المادة القطعة بالنسبة للقرون عشان خاطر ما تنموش تاني. ادي رسم توضيحي للبقر